مشاهدينا أهلا بكم. بدأت حياتها المهنية مع مسلسل النوى برفقة الفنانة فردوس عبد الحميد، وأيضا تبعتها بمسلسل هذا الحب العملاق قبل أن تحول بوصلة أعمالها إلى العمل الإعلامي. بالتوازي أكيد مع عملها الإعلامي قدمت ضيفتنا لليوم العديد من الأعمال مثل طرف ثالث، شمس الأنصاري، جوزة الثانية، قدرات غير عادية. عم بحكي مشاهدينا عن نجمتنا لليوم، نجمة نهاية الأسبوع، نجلاء بدر. أهلا وسهلا فيكي. هاي ازيك يا فاتن؟ أهلا. شو حبيت شو قريت عنك بهالفيلم؟ شو حبيت أحضره من وراء اللي قريته؟ قد ايه طلع منك داوود عبد السيد قدرات تمثيلية غير عادية؟ هو انا فعلا حسيت ان الاستاذ داوود طلع من جوايا قدرات غير عاديه، يعني انا انبسطت من اسم الفيلم بعد كده، لانه حسيت ان هو مرتبط بالقدرات اللي طلعها او القدرات الفنيه اللي طلعها استاذ داوود منا كلنا على فكره، مش مني، حتى البنت الصغيره مريم وخالد وعباس ابو الحسن. انا حسيت ان استاذ داوود لعب علينا كلنا لان احنا كلنا مختلفين. طيب شو هي القدرات الغير عاديه اللي عم تحكوا عنها بالفيلم؟ يعني أنا ما حضرت الفيلم وقلت لك تحت الهوا كثير حابة أحضر من وراء قد ايه قريت عنه. بصي، أستاذ داوود أعمق بكثير مننا، يعني إحنا هو شخصية مثقفة جدا وقارئ جدا وعنده لفة غريبة عشان توصلي، يعني أستاذ داوود كل أفلامه كده، يعني هو ممكن يعرض قضية بس المقصود حاجة ثانيه. القصة الأساسية عند أستاذ داوود، لو إحنا اتكلمنا عن عنوان القدرات غير العادية، اللي هو علم العقل، في علم العقل تحريك الأشياء عن بعد، الاستدعاء، التخاطر، التخاطب، كل ده يندرج تحت بند قدرات غير عادية. لكن أستاذ داوود بيتكلم عن الإرادة، إرادة الفرد، اللي هو بقى الأساس بقى الفكرة. ما هي إن الإنسان اللي بيبقى عنده إرادة أو عنده إصرار بتوصل عنده لقدرات غير عادية، ممكن تطلع له قدرات غير عادية. على سبيل المثال، لو قلنا إن واحد ما بيعرفش يعوم وبيغرق، خلاص، إيه اللي هيعمله عشان الإرادة بتاعت إن هو متمسك بالحياة هيعمل إيه؟ هيضطر يعوم فهينقذ نفسه، فاصبح عنده قدرات غير عاديه لانه اصلا ما بيعرفش يعوم. يعني عم نحكي عن الاراده. الاراده والاصرار للوصول للهدف بتخليكي في يوم من الايام يبقى عندك قدرات غير عاديه. ده الهدف الاساسي للفيلم، ان كلنا عندنا قدرات غير عاديه، بس امتى بتظهر امتى؟ وقت احتياجنا ليها او وقت الاصرار ان احنا نوصل لحاجه فبتظهر. ده بخلاف ان اصلا القدرات الغير عاديه ده علم العقل موجود. انا كنت بقرا فيه قبل ما اعرف استاذ داوود عن ان دي موجوده في تكويننا، ان احنا تكوين بشري عندنا قدرات غير عاديه بس ما بتعرفش تستغل قوي، يعني ممكن بتجيلنا وبتروح، احيانا بتظهر في بعض المواقف، او بتبقى واحنا عندنا واحنا اطفال شفافيتنا اكتر فبنبقى حاسينها اكتر. انت قريتي عن هالموضوع للفيلم ولا قبل الفيلم؟ ده بقى الطريف. حلو. ده بقى الطريف، هو ده اللي ربطني قوي بالموضوع، ان انا كنت عماله اقرا عن علم العقل وقدرات علم العقل في استدعاء حاجات زي ما مذكور في القرآن، واستبشروا خيرا تجدوه. دي في حد ذاتها دي طاقه، يعني الطاقه الايجابيه. فانا بتكلم ان انا كنت قاريه ده، ولما لقيت استاذ داوود قد ايه فادك بالفيلم؟ فادني جدا، عشان كده كنت مؤمنه بالفكره اصلا. انا قبل ما احكي عن ادائك بالفيلم اللي انحكى كثير عنه، بدي احكي عن الفيلم. دخل عده مهرجانات وما نال جوائز. ما نالش جوائز هون. واليوم نحن بتعرفي انه في مهرجان دبي السينمائي قائم امبارح تم افتتاحه. قد ايه دخول الافلام مهرجانات ونجاحها وعدم نجاحها بدل او هو دليل على نجاح الفيلم او على نجاحه الفني؟ خلينا نقول. هقول لك حاجه، اول مره استاذ داوود بيعمل خلطه مختلفه عن المهرجانات. يعني هو عاده بيفوز بجوائز، لان الخلطه اللي عملها استاذ داوود المره دي هي مش خلطه مهرجانات عشان تبقي عارفه، وكتير قوي من النقاد كتبوا ان الخلطه اختلفت عند استاذ داوود عبد السيد. لا السبب ما نال جائزه على الفيلم برايك؟ لا يا استاذ داوود، لو كان الفيلم بسيط، افلام المهرجانات عاده بتبقى مش افلام بسيطه. لاول مره استاذ داوود بسط الفكره، يعني لو واحد مشاهد عادي هيدخل هيضحك هيتفرج على اغنيه. هل هو فيلم تجاري؟ في خلطه تجاريه، يعني ما بين تجاري وما بين عايزه تدخلي تشوفيه زي ما تشوفيه. انت فاهماني؟ يعني في متفرج اللي داخل يستمتع بقصه هينبسط. بس نجا ليه دخلتوا الفيلم بمهرجانات؟ لا ده هم اللي طلبوا الفيلم كتير، لان استاذ داوود بيستنوا افلام. انت عارفه استاذ داوود بيعمل فيلم كل 5 6 برايك كان لازم يرفض هالفيلم يفوت مهرجانات؟ لا خالص. وعلى فكره انا سالت استاذ داوود هل انت متضايق ان ما قال لي على فكره انا كل اللي يهمني ان الجنسيات الاخرى تشوف افلامنا. صحيح. انا خلاص حصدت جوائز. هو بيقول لي انا بتمنى انتوا اللي تحصدوا جوائز. على فكره استاذ داوود شخصيه جميله، فبيقول لي انا مش الموضوع عندي ان انا اقول حصدت جوائز، الموضوع عندي ان الفيلم يتشاف في دبي، الفيلم يتشاف في الجزائر، الفيلم يتشاف، ان احنا يبقى في عندنا ثقافه ان احنا نشوف افلام. ولكن انت فنانه بتحضري مهرجانات كتير وبتلبي دعوات المهرجانات، قد ايه بتشوفي هالمهرجانات
هي مهرجانات فنية عم تعرض تمام. أفلام، الفنانين عم يحضروا هالأفلام، عم بيكون في توليفة فنية أكثر من ما هي توليفة سياحية. ده صحيح. انا على فكره انا انبسطت جدا مجموعه الافلام اللي شفتها في المهرجانات، وانا اول مره في حياتي اتفرج على نوعيه معينه من الافلام زي الفيلم التونسي. انا كان اول مره احضره، ما كنتش ينفع اشوفه لان احنا ما بنتبادلش دي الافلام. ما في سينما ما فيش. تونسية أكيد بمصر. دخلت حضرت فيلم مغربي وفيلم تونسي، ده في مهرجانات تانية. انبسطت من تجارب الناس دي، قد ايه الناس دي عندها فن واحنا مش عارفين. فحسيت ان احنا عندنا جهل فني، انا زعلت. ثقافة فنية بعيدة عنكم بلكي. صحيح. طيب، قريت مقال بدي اذكر اسمه احمد الروبي. انا على فكره اتفاجئت ان انت قريتي المقال ده النهارده. قريته وانبسطت لما قلتي ومن لي. وراء اللي قريته كثير حابه احضر الفيلم وحابه احضر دورك كيف اديتي. بيقول انه انت كنتي ايقاع الفيلم كله، وبيقول كمان انه ما كنتي شخصيه، ما كنتي عم تلعبي شخصيه، كنتي حياه، وانت اسمك حياه بالعمل. وانت كنت حياه بتمثلي فيها كل المشاعر اللي ممكن تكون موجوده بالحياه. قد ايه حلو هالحكي. انا النهارده جالي، انا على فكره استغربت لما جيتي قلتي لي انا قريت عنك، فقلت ده انت قريتي كل النقد. فلقيتك بتقولي ان انا قريت مقال احمد الروبي، فانا ضحكت لان النهارده هو بعته لي، فانا قلت لك ما كنتش متخيله انك هتوصلي لده النهارده. ما شاء الله، يعني عامله سيرش جامد جدا. اكيد. فانا انبسطت ان انت فعلا شفتيه. اول مره اشوف حد كتب عن مونيكا بيلوتشي العرب. لا سيبك من ان بحب انا مونيكا بيلوتشي اصلا، بس اول مره حد يتكلم عن الفن صح، مش يتكلم عن الصوره. اول حد يحسسني قد ايه احنا قدرنا ندخل جوه الشخصيات. استاذ داوود فعلا سماها حياه لانها حياه نفس في الفيلم. انا حسيتها مش بس وانا بمثلها، حسيت ان انا بتنفس الحياه مع حياه. يعني فعلا استاذ داوود وصلني للحاله والتوحد مع شخصيه حياه، انها هي الحياه اللي جوه الاوتيل، هي الحياه اللي خرجت وسابت الدنيا وبتدور على هروب، هي الحياه اللي فقدت حياتها لما فقدت حبها. في قصه مرتبطه بالحياه. بس قريت شغله كثير حلوه، يمكن نحن العرب بنغفل عنها، او حتى كل ما نشوف بنت كثير حلوه بنقول مبسوطه بجمالها، ما بنطلع على الناحيه الفنيه، قد ايه هي عم تقدم فن حلو، قد ايه هي عم تقوم بادوارها بتقنيه فنيه تمثيليه ابداعيه ممكن تكون. اليوم اللي قريته بيقول انه مونيكا بيلوتشي جذابه وفنانه. صح. اليوم نحن امام نجلاء بدر جذابه جميله وفنانه، وبيقول انه حاول بالفيلم، كان عنده تحدي مع حاله يطلع غلطه لإلك. صح. وما قدر. قريتها. قد ايه حلو. قريتها وانبسطت لان انا كان نفسي حد فعلا يقيمني كفنانه مش كشكل. نعم. والعلم يعني النهارده هو قال لي انا عندي مشاكل مع فنانين كتير لان بنتقدهم. قال لي انا دخلت عشان كنت عايزه انتقدك، داخل بدور لك على غلط. ما قدر. طب انا بدي اقول لك هيك، كنت عم نحكي عن الجمال والحلا والهيك، بدي اقول لك انه حبيت شعراتك بهذا اللون. أيوة. كثير، بلكي اكثر كمان من اسود. انا عملت فعلا اسود في البدايه، كنت عامله اسود فعلا. طيب بعد قدرات غير عاديه، قد ايه اليوم صعب انه ندعس دعسه ناقصه مثل ما بيقولوا، او نختار اختيار مش كثير صائب، مش كثير يفرجي انه نجلاء بدر ممكن تكون بالصف الاول بعد هالعمل. بصي انا مش عايزه اقول ان انا فنانه صف اول، يعني انا بقول ان اي عمل بدخله هو عمل جماعي. يعني حتى شغلي مع استاذ داوود لا كان في خالد بطل، عباس بطل، البنت بطله. كلمه صف اول مش حباها، ما هقولها لك بامان. انا بحب اعمل عمل متكامل في كل العناصر مساعده معايا، لان انا لسه في الاول. يعني بس دايما نجلة بنوصل لمرحله، حتى بالاعلام اذا بدك نوصل لمرحله ما فينا نرجع لورا. صح، بس عمر ما حد هيقدم عمل لوحده حلو. في عناصر لازم تساعدك. يعني اذا انا بعمل دور بطوله لازم يبقى حواليا اشخاص تانيين بيعملوا وبيوزنوا المعادله دي معايا، لان انا مش بستمتع على فكره بالبطوله الموحده. طب بعد هالعمل مع خالد ومع داوود ومع هالفريق اللي كان ناجح جدا، شو هي المعايير اليوم لاختيار اعمال دراميه مش بس سينمائيه، وشو هي المعايير اللي بتخليك تمضي؟ يعني انا بعرف عندك عملين اليوم برمضان ممضيين، وفي عمل يمكن تمضي بكره. يعني انا لسه بقوله لك من شويه يمكن جايبه كل اخبارك. اوكي. شو المعايير اللي حتمضي او مضيت؟ بصي من زمان وانا بختار بمعايير مختلفه شويه. عندي اول حاجه عشان تختاري عمل المخرج نمره واحد. على فكره انا اتربيت ان زمان كانوا بيقولوا لنا هذا المخرج هو رب العمل. انا يعني سيبنا من كلمه رب عشان حرمانيه، بس هو فعلا القائد الاكبر. اذا اخترتي مخرج كويس اللي هو عارفه ان هذا المخرج بيحب العمل الفني، اكيد مش هيروح لشركه انتاج ضعيفه،
اكيد مش هيختار قصه ضعيفه، اكيد مش هيختار ابطال ضعفاء. فاذا ده اخترتيه صح يبقى هتلاقي ان هو مصر عشان هو مخرج كويس ان هو يختار شركه انتاج تقف معاه وتنتج له العمل صح وتوفر له كل الامكانيات، هتجيب له قصه كويسه، هيختار قصه كويسه وهيختار ممثلين كويسين. فانت اول حاجه اختاريها اسم المخرج، اعرفي ان الباقي كله اتظبط. فانا ده اللي بختاره. تاني حاجه انا بالنسبه لي الورق، انا الورق بالنسبه لي مش دور، الورق بالنسبه لي قصه متكامله. يعني ما بعرفش ادخل اقرا دوري. في ناس بتقرا دورها بس، لا في كتير ناس بيعملوا انا ساعات بقرا دوري من خلال الشخصيات التانية. ما انت لازم تعرفي حتى الشخصيات التانية بتتكلم عليكي ازاي في المشاهد عشان بتطلعي منها تفاصيل. فانا اكتشفت انك لازم تقري الدراما كلها عشان تعرفي تكوني شخصيتك جوه الدراما دي. وغير كده في معادله ايه، انت بتقري النهارده قريتي ولقيتي نفسك مش قادره توقفي قرايه، اعرفي ان العمل ده ناجح. قريتي ولقيتي نفسك في النص قمتي تعملي كوبايه شاي واتفرجتي على التلفزيون شويه واتكلمتي في التليفون، اعرفي ان العمل ده مش هينجح، لان فعلا الورق اهم حاجه، البناء الاساسي للدراما. فانا عندي مخرج هو الاساس، وبالتالي هيبقى عندي شركه الانتاج مهمه، الكاست اللي واقف معانا، لان انا بيهمني ان انا امثل مع ممثل كويس عشان يرفعني. صحيح. على فكره ما بنبسطش لما اكون اقوى من اللي قدامي، بالعكس هي مباراه فعلا لازم احنا الاثنين نتنافس فيها. مع بقى المدير التصوير هيبقى كويس، المهندس صوت، كل يعني العوامل انت دي كله تحت ايد المخرج. اختاري مخرج. سقوط حر، انهي سقوط حر؟ حيكون عندك عمل برمضان القادم اسمه سقوط حر؟ لا هو خيط حرير. خيط حرير مع يسرا. مع يسرا. خيط نيلي كريم في شي معاه؟ نيلي كريم في معاه، بس انت عارفه ان انا ما اعرفش اسمه مسلسل نيلي كريم، يبقى انت اللي قالتي اسمه سقوط حر. خدي مني المعلومات يا نجلة. هقول لك ليه بقى. انا كنت رايحه هي المسلسل ده مع شركه العدل، انا مذاكره عنه. ايوه انا هقول لك ليه. لا يا شاطره فعلا. هقول لك ليه. انا رحت الشركه عشان امضي فعلا على خيط حرير مع الفنانه يسرا وشيرين رضا واستاذ هاني خليفه طبعا ومريم نعوم، هي دي التركيبه اللي كنت رايحه عليها. فرايحه امضي، فقعدت مع هاني خليفه شرح لي الموضوع، وانا بمضي ده لقيتهم بيقولوا لي احنا عايزينك معانا في مسلسل نيلي كريم. نفس التركيبه بالنسبه لي ممتازه. المخرج هو شوقي المجري، البطوله هي نيلي كريم، القصه مريم نعوم. اكيد. فانا مضيت وسافرت الجزائر، لان انا اولا شركه عدل انا بحب الشغل معاها، شركه فنيه فعلا بتهتم جدا بعملها، وكل مخرجينها متميزين. كان ليا تجربه معاهم السنه اللي فاتت. سقوط حر اسمه العمل. حتكوني مشاركه فيه برمضان 2016 وايضا خيط حرير. هو العملين اضافه يمكن لعمل جديد تمضي بكره هيك على وجهنا الحلو. هيبقى في عمل ثالث بس انا لسه ما قررتوش، بس يا رب ان شاء الله يبقى خير. ان شاء الله. قلت لك تحت الهواء لازم تعملي هيدا العمل. طيب انا عارفه انت عايزين، انت عارفه انا عايزين يعملوا لي كرمالي. لا حاجه بليز. اوكي. طيب بعد عندي يمكن اقل من 3 دقائق. عربيا قد ايه فينا نقول حكايه حياه حطت نجلاء بدر صح على الطريق المستقيم دراميا وتمثيليا؟ لا حطيني كتير، وطبعا الفضل يرجع لجمهور غادة عبد الرازق عشان اكون صريحه. غادة عبد الرازق جمهورها موجود في المنطقه العربيه بكثره ان غادة نجمه، فانا لما اشتغلت مع غادة كسبت من وراها جمهور، فالناس عرفتني من خلال مسلسل غادة عبد الرازق، وغادة ليها فضل عليا في ان انا في كتير قوي من الجماهير شافتني من خلال مسلسل حكايه حياه. اليوم بعد ما عملتي مسلسلات بعد حكايه حياه، واليوم قد ما عم ينحكى عن قدرات غير عاديه وعن التمثيل اللي فيه، وقت ينقال انه دورك بحكايه حياه كان فيه الكثير والكثير من الاغراء، بضايقك الموضوع؟ لا، لان ده نوع من التمثيل. انا هقولها، لا الشخصيه اللي كانت في حكايه حياه هي شخصيه كده، شخصيه ليها عشيق، شخصيه جوزها ضعيف فيزيكال كمان، فكان ليها مبرراتها للخيانه، هي شخصيه بتشعر بانوثتها مع رجل اخر. فهي دي التركيبه. فانا مؤمنه بحاجه، هعمل الدور يعمله صح يا ماخدوش من الاول. وانا مش هضحك عليك، انا بحب ادوار الشر شويه. بتحب شويه؟ مش هقول لك ليه اكتر من انها عشان تبعد عني تماما. عمري ما مارست الشر ولا الشخصيات دي في حياتي، فانت نوعا ما بتلاقي حاجه جديده. غير كده دايما بنسمي دور الشر هو ترسو او الدينامو بتاع المحرك. لو الشر مش موجود في الدراما مش هتتحرك، لانه الشر موجود بالحياه اصلا. بالظبط، دي المعادله الطبيعيه. غير كده مين اللي بيحرك الاحداث؟ هو الشخص ده. فدايما بحس ان ده البطل. اليوم عند ما كنت عم حضر لحلقتك عندي 30 سنه، بس بدي اقول لك انه كان عندي هم انه انا عم قابل اعلاميه إلها بيع طويل بالتقديم، كيف بدي حاورها؟ ممكن نشوف لك شيء بالتقديم قريبا؟ عندي 30 ثانيه.
وينك اليوم؟ ما بفكرش في الموضوع ده دلوقتي، وانا فقدت جزء منه. انا محتاجه التدريب على فكره عشان ارجع ابقى اعلاميه تاني، لان التمثيل فقدني الاداء والقعده والنفس وتوناليتي الصوت. انا بقيت ممثله فبعمل حاجات، بصي شايفاني بحرك ايدي. نجلاء يعني كنت منوره بالتقديم البرامج، واكيد منوره على الساحه التمثيليه الدراميه والسينمائيه. شكرا لوجودك معنا ضيفه عزيزه. مشاهدينا المزيد من فقراتنا بعد الفاصل، تابعونا.